اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده كده بعد المطر واخدكم جولة كده على السطح واوريكم الزرع الجديد اللي انا اشتريته. زي ما انتوا شايفينه كده. انا يعني ايه بحب الزرع، بحب اشوف اي حاجة خضرة كده قدامي. وبعد كده بقى انا جبت الزرع ده وكده عشان بقى في الاجازة، في اجازة نص السنة كده اطلع انا والبنات وكده ونشم هوا فوق السطح. وتغيير جو، لان احنا مش بنخرج كتير يعني وكده. فبنطلع بقى في الاجازه، في اجازه نص السنه بالذات، لان هي بتبقى في الشتاء وبنبقى بردانين. فبنطلع فوق على السطح كده وبنقعد شويه في الشمس وكده. فانا حبيت بقى اعمل لهم يعني ايه منظر جمالي وكده على السطح. وانا بحب الزرع الصراحه، يعني كنت عايزه اجيبه من زمان والحمد لله جبته. فطلعت على السطح بعد المطر يعني عشان ننزل المية يعني كده من على السطح. روتيني بعد المطر على طول بطلع على السطح، بيكون في مية كتير، وخصوصا كمان الجو مطر كتير. قعد كده 3 4 ساعات يمطر، فكان فوق السطح مطر. وسبحان الله، يعني انا كنت عايزة اطلع بقى على السطح كده اروقه كده واكنسه. وانا بنزل المية يعني حبيت ان انا اكنسه يعني بالمرة كده. فكنت بكنس كده الميه واي حاجه تقابلني كده وايه، وظبطته بقى وخليته زي الفل، يعني كنسته بقى بالمره. كل حاجه خير، حتى المطره خير. مفيش حاجه كده بتيجي يعني من عند ربنا كده الا وتكون خير. سبحان الله. انا كنت زي ما قلت لكم هطلع اروقه كده واكنسه، فقلت بالمره بقى انزل الميه كده وبالمره اكنسه كده واروقه واخليه زي الفل. وخصوصا بعد ما جبت الزرع وكده، فحبيت ان هو يكون نضيف خالص. انا بحب كده كل حاجه نظيفه، يعني لما باجي انضف كده الشقه وكل حاجه. برضو عيني على السطح يكون نظيف، اي حاجه البدروم برضو يكون نظيف وكده. ف بحس ان هي يعني من مسؤولياتي ولازم ان انا انضفها. طبعا مش هتبقى نظافة كل يوم او كل اسبوع، يعني ممكن مرتين 3 كده في السنة كده بطلع اشوف الاخبار وكده. ولما الجو يمطر بنطلع الصراحة، يعني بنطلع عشان ننزل المية وكده من على السطح. نلاقي الناس كلها فوق السطوح كده بينزلوا المية. فجيت بقى برضه على الحيث اللي مش عليها مية، وبدأت ان انا اكنسها، يعني عشان الهدف ان انا اكنس يعني السطح وايه وانضفه. بجيب الحاجات كده في جنب كده، وشلتها كده طبعا في جردل كده ورميتها. وبدأت ان انا اشيل المية كلها. كل حاجة خير. وطبعا المطر برضو خير، وساعة المطر كده بندعي كده دعوتين 3 كده. بصوا، احلى دعاء تدعيه والمطر بينزل ولما مية المطر تيجي علينا كده بخير، يعني خير وبركة. سبحان الله يعني. ناس كتير ما بيحبوش المطر، بس انا صراحة يومها يوم المطر كده بحبه كده، واطلع كده على السطح واشوف كل حاجة نضيفة من حواليا كده، اللي تحسوا ان الجو كده والبيوت اتغسلت كده والجو حلو. يعني سبحان الله، بطلع بردانة بعد ما بنزل المية كده واشتغل شوية على السطح كده بدفى. الشغل في الشتاء والبرد بيدفي احسن من ما نقعد كده بنبقى بقى بردانين جدا صراحة. يعني الواحد بيروح وبيجي كده وبيخلص اللي وراه والجو برد بيدفى يعني وكده. بصوا بقى، خلصت المية كلها وبالمرة بقى بكنسه، يعني اي حاجة بقى على سطح ما عجبتنيش كده كنسته بقى وظبطته وخليته زي الفل. وعايزاكم تقولوا لي رأيكم بقى في الزرع الجديد. انا فرحانة بيه قوي يعني. بحب كده اطلع كده اشوف الخضرة قدامي والزرع. وخليت السطح بصوا زي الفل. وكمان كل حاجة بقى هشيلها في جردل اللي انا حاططها في جنبي، يعني في جردل كده وارميها. ترابة بقى، رمل، اي حاجة. خليته معايا زي الفل عشان لما نيجي بقى كده نطلع في اجازة نص السنة كده يبقى المنظر حلو يعني وكده. وطبعا بنسقيه بقى وكده يعني، بس في الشتاء ما بنسقاش كتير، يعني هو الجو كده بيمطر كده كده يعني. فنزلت بقى خلصت السطح كله، ونزلت بقى قلت السلم بالمرة. سبحان الله، انا كنت برضو عايزه اكنسه، يعني الهوا بقى اللي قبل الشتاء وكده انزل عليه حاجات كتير عفر بقى وكده. فوانا نازله خدت المقشه في ايدي وبدات ان انا بقى اكنس السلم بالمره. المطره جت، يعني جت حلوه ان هي
المطره لما مطرت يعني يعني نيمت، تحسوا ان هي نيمت التراب وكده، فبقى سهل عليا ان انا اكنسها. فكنست السلم بدل ما التراب بقى يطلع وكده والعفار وكده، فكنسته وهو لسه عليه المي، يعني انزل من عليه الحاجات اللي فيه، الزبالة يعني اللي فيه أعزكم الله. وكنسته بقى كله، خليته زي الفل، السلم بقى من فوق، بما ان السطح بقى معايا زي الفل، والزرع كده سبته كده، قعدت جنب منه شوية وانا والبنات وكده، عايزاكم يعني تقولوا لي رأيكم في الزرع وكده. جبت بقى، بما ان السطح نضف، جبت السلم بقى كده وانا نازلة. احساس جميل، احساس النظافة احساس جميل. وخصوصا يوم المطر، بحبه الصراحة، بحبه بتنشط كده. بصوا بقى، كرست السلم كله بقى معايا زي الفل، وخدت بقى الحاجات اللي انا نزلتها منه في جردل صغير كده، واتخلصت منها ورميتها كلها. بقى معايا زي الفل، وان شاء الله هنعمل روتينات كتير كده فوق السطح كده. ويعني ايه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، يعني في الاجازه وكده. كنست بقى السلم كله وظبطته بقى زي الفل معايا. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجو مطر تقريبا يعني في كل انحاء مصر وكده. فقولوا لي بتعملوا ايه بقى يوم المطر وكده. انا بعد ما بخلص السطح عندي البلكونه بقى اللي برضو بيبقى فيها ميه. الصراحه نشفت، بس بقى فيها طينه بقى من الترابه وكده. فنزلت بقى عليها، يعني ايه اروقها برضو كده سريعا كده. طبعا ما فيش حاجه على الكنبه ولا ميه ولا اي حاجه، المية كلها على السيراميك. فخفت الصراحة بقى الولاد يطلعوا كده إيه، يبردوا وكده. كنت فرشة فاهمة الشاية، فحطيتها بقى الشمس طبعا طلعت كده، يعني ايه سبحان الله. بتبقى رحمة من ربنا بقى بعد المطر. الشمس بتطلع كده، والهواء اللي عايزة بقى تطلع الحاجة اللي باظت من المطر وكده، بتحطها على السور، والشمس بتطلع كده ايه تنشف الدنيا وكده. طبعا لقيتها بقى فيها مية من المطر ومية بطينة كده، فغسلتها. لان طبعا البلكونة دي طبعا اساسي بيطلعوا فيها كل شوية، فلازم ان هم يطلعوا في حتة نظيفة، لانها لو مش نظيفة هتخلي الشقة من جوه مش نظيفة. فلازم ان انا عيني عليها على طول اي حاجة بقى، سواء يوم هوا يوم تراب يوم مطر، عيني عليها على طول. فالصراحة بحبها نظيفة على طول. طلعت حطيت المشاية اللي فيها كده ايه على السور تنشف من المطر، وبدأت ان انا بقى اجيب شوية مية صغيرين كده اشطفها بيها بقى، لان المية اصلا نزلت، مية المطر نزلت من الماسورة، فحبيت ان انا اشطفها، يعني كانت مش نظيفة. شطفها كده بشوية مية. وظبطتها يعني، وسبتها كده بقى ايه تنشف كده، والشمس اصلا كانت طلعت يعني، المطر بقى بطل وكده. ف مسحتها كويس جدا بشوية المية وكده. بعد ما نزلت المية جبت الشرشوبة عشان ايه انشفها وكده، عشان خاطر لو الولاد طلعوا. لا، انما المشاية سبتها يعني على السور عشان تنشف، لان طالها مطر يعني بقى فيها مية. فبدأت بقى امسك الشرشوبة عشان ايه انشفها على طول. وطبعا سبت الستائر مفتوحة كده عشان خاطر الجو بقى ايه ينشف شوية الهواء والشمس دول ينشفوا بقى السيراميك، واسيبها معايا كده زي الفل. اي حد بقى يطلع وكده تبقى ناشفة وكده عشان ما يجيلهمش برد. بدأت ان انا بقى ايه الشرشوبة واعصر كده المية. وسبتها معايا زي الفل، بقت بتبرق معايا. زي ما انتوا شايفينها كده. الكنبه نفضتها كده، واي حاجه. طبعا السور ما غسلتوش لانه اساسا كده كده المطر وهو بيمطر بيغسل بقى كل حاجه. عشان كده انا بحب المطر، بحس ان هو بيغسل بقى الجدران، بيغسل البيوت. آه، بحس انه نظافه كده وخير من عند ربنا الصراحه يعني. وسبت بقى المشاه، والجو اساسا شمس اهو زي الفل كده بقى. وسبت بقى البلكونه، ودخلت المطبخ بقى اعمل لهم اكله كده سريعه. هعمل محشي، يعني هو سريع عشان مش محشي كرنب ولا اي حاجه، لا محشي ورق السلق. انا عملته معاكم قبل كده على القناه مره، يعني ورق السلق ده ما بياخدش حاجه. فحبيت ان انا ايه اعمل، بصوا سريعا بقى كده قبل ما المغرب يأذن يعني، انجز يعني. صراحه دخلت خلصته في ساعه كنت بصوا كنت قاعدة بحشي الحل. حطيت بقى كله ني في ني، يعني المرة اللي انا
يعني ايه ببقى مستعجلة فيها، بحط في الحلة اللي انا هحشي فيها اساسا عشان ما يبقاش في مواعين بقى ولخبطة جنب مني ومواعين كتير. فجبت الحلة اللي انا هحشي فيها وعملت فيها شوية طماطم كده في الخلاط، حطيت عليها 3 بصلات متوسطين. انا بحب البصل كتير في التسبيكه بتاعه المحشي، بيسكر المحشي معايا وكده. وبدات ان انا احط بقى ايه عليهم شويه زيت، وعليهم البصل وشويه التوابل، بهارات محشي بقى وكمون. جيت على الحله الناحيه التانية سريعا برضو كده، جبت الفراخ وعملت حطيتها بقى كده ايه على النار، تغير من لونها، ونزلت بالبصل بقى وبالبهارات وكده. كل حاجة في حلتها عشان ما اعملش مواعين كتير. ويعني ايه محشي السلق والخس ما بياخدش مني وقت خالص، مش زي الكرنب بقى. بدخل لو كان كرنب ما كنتش الصراحة عملته في اليوم ده، لان بياخد وقت بقى، بياخد وقت في التقطيع بقى والسليق والكلام ده. اما المحشي السلق او والخس ما بياخدش معايا وقت خالص. صراحة بحط التقلية كده على النار، التسبيكة بتاعت المحشي كده على النار، وبحط الجنب منها بقى ايه شوية فراخ او شوية لحمة يعملوا لنا شوربة وكده وخلاص. غيرت من لونها وحطيت الصلصة بتاعتها، ولما اتسبكت نزلت بالشوربة. هسيبها بقى ايه تغلي عشان عايزة شوية شوربة كده حلوين، احطهم على المحشي ونشربهم برضو في السقعة والبرد ده. بصوا بقى حطيت بقى الشوربة وحطيت عليها الملح بتاعها، واسيبها بقى تغلي مع نفسها. والتسبيكة لسه كده على النار، حضرت بقى، جبت الرز سريعا كده وجبت الخضرة، وفي ثواني يعني بدل ما اعمل اي اكلة كده، لا المحشي برضو بيدفي في البرد وكده. فبدل ما اعمل اي اكلة او شوية رز وشوية، لا قلت ايه اعمل محشي احسن يدفيهم وكده. فجبت الرز كده وغسلته، وجبت بقى الخضرة عشان ما اعملش مواعين كتير، لان اساسا كنت مستعجله. جبت الرز كده جنب مني والخضره، واللي بعملها واحط الخضره على الرز. صراحه بعملها في الكبه اليدويه دي ممتازه، حلوه يعني، بتعمل البصل والخضره، ولو عايزه تقطعي فلفل كمان بتقطعه لك قطع صغيره، وكل حاجه ما بستغناش عنها في المطبخ، بعمل فيها كل حاجه. طبعا شويه الخضره اللي انا بقطعهم بس يعني ايه لازم يعني تحافظي عليها، يعني لو جبتيها تحافظي عليها، يعني ما تعمليش الخضرة كلها مرة واحدة او البصل كله مرة واحدة، بعمله على فترات. الخضرة بقى خلاص على الرز وكده، بجيب بقى ورق السلق ده، انا كنت حاطاه في الفريزر، هو بس بترتب كده وتحط في الفريزر زي ورق العنب كده، بترتب وتحط في الفريزر. وبيطلع بحطه في شوية مية سخنين كده من السخان وخلاص. وبطلعه كده صفيه وخلاص، بطلعه كده اصفيه على اي حاجه وخلاص. عشان كده يعني ايه اتشجعت ان انا اعمل محشي، بدل عندي الورق في الفريزر طلعته وحطيت التسبيكه على النار وجنبها شويه الشوربه وخلاص على كده، والرز على الخضره وخلاص. كانت بقى التسبيكه بقى خلاص خلصت اهي معايا، بس حسيت ان هي ايه كتير، فايه قلت اخد كده بالمغرفه على شويه الرز، لان ما عملتش رز كتير. قلت سريعا كده حله وخلاص مش هعمل كتير. فخدت كده بالمغرفة على الرز، وافضل بقى اقلب عشان ايه اشوف يعني لو عايزة صلصة تانية احط لها، مش عايزة هحطهم في التلاجة. الصلصة اللي تبقى بقى احطهم في التلاجة او في الفريزر، ما بتخسرش معايا. يعني ما يكون عاملة مكرونة او محشي او اي حاجة، بجيبها من الفريزر وكده. وقلبت بقى الخضرة بقى، بصوا حاطة بقى شوية توابل محشي كده على فلفل اسمر، على كمون، على كزبرة ناشفة كده، كان ريحته زي الفل. ونص معلقة صغيرة من التوم برضو على تقلية المحشي بقى، بتبقى خطيرة، بتبقى طعمها جميل. وبقلب كل ده مع بعض، انا بحبها حمرا كده، ففضلت احط لحد ما الرز بقى احمر خالص معايا. فاض معايا شويه صلصه، حطيتهم في التلاجة في نفس الحله بقى اللي انا عملت فيهم التسبيكه بتاعه المحشي، هحشي فيها عشان ما اعملش بقى ايه مواعين ولا اي حاجه. وسبت شويه صلصه صغيرين كده، يعني ايه يدوا نفس كده للمحشي، وكمان يبقى احمر كده معايا ويعمل قعر في الحله كده زي الفل. الورق بقى انا بقطعه كده الاول وبحطه برصه قدام مني كده. الورقه بتبقى عريضه، يعني بحط شويه ورق حلوين كده قدام مني عشان خاطر ايه احشيهم كلهم الاول زي ما انتوا شايفين كده. بحط الورق، وبدات ان انا ايه احشي شويه صحيح يعني صغيرين كده قدامكم
عشان اشجعكم كده تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم، وتقولوا لي كده بقى ايه يوم المطر بقى بتعملوا ايه وكده، بتعملوا زينا ولا الروتين بتاعكم يوم المطر ايه. واهم حاجة في البرد ده نعمل اكلة بقى كده تدفينا وتدفي الولاد وكده. والصراحة ما فيش اسهل عندي يعني من عمال المحشي، ما بياخدش معايا وقت، بحط حلة على النار وحلة التانية وخلاص بيبقى ما بنحب أكلة بنعملها على طول وبتبقى سريعة يعني، سريعا كده ما بتاخد بدل الحاجة في التلاجة، يعني شوية الخضرة بقى وشوية الرز وكده في ثواني، وتحطي كل حاجة على النار وتبقي جنب منها بتعملي بتجهزي بقى الحاجة التانية، ما بتاخدش معاكي أي وقت. انما لو حطيتي حاجة على النار وطلعتي مثلا قعدتي قدام التلفزيون او قعدتي على التليفون، لا هياخد معانا وقت. لا يبقى الحاجة على النار وكل حاجة بقى تعمليها جنب منك كده، ما بتاخدش وقت. اي مواعين برضو في الحوض بغسلها، اي حاجة كده. النهاردة صراحة كنت مستعجلة، عملت التسبيكة بتاعة المحشي في نفس الحلة، قلت اللي انا ايه احشي فيها. قطعت منها تحت فيها يعني كده شوية فلفل، وقرن فلفل حراق كده عشان خاطر ايه المحشي يبقى حراق وحلو. وبدأت ان انا ايه احشي بقى وخلاص. وكانت الفراخ استوت وطلعتها، وبحط بقى المحشي يستوى كده على النار، بحمرها جنب منه برضو. يعني اول ما بحط المحشي وهو بقى يغلي غلوة بس بحمر الفراخ جنب منه عشان خاطر ايه انجز معاه في الوقت. انتوا عارفين طبعا ان يوم الشتاء بقى قصير وكده. فبدأت ان انا احشي زي ما انتوا شايفين كده. وبقى هاخد الحلة كده واقعد كده في المطبخ. الصراحة بحب اقعد في المطبخ في الشتاء عشان خاطر بحس ان هو دفى، ادفى حتة في الشقة بحس ان هو المطبخ. حشيت وخلصت بقى، وزي ما انتوا شايفين كده كان عشانة وزي الفل، ويعني اكلة تدفي في الشتاء. وبقى ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، اللي لسه ما اشتركتش في القناة وشافت قناتي بالصدفة تشترك عشان يوصلها مني كل جديد، ولايك وتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.